تعرفوا ان انتوا تقدروا تعملوها بكل سهولة ومش محتاجة وقفة بالساعات في طوابير مملة. الفزعة ترند بلبني الجديد هنعملها مع بعض النهاردة، بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تحط لايك وشير لكل حبايبك، ونسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. انا معايا هنا يا بنات بيضتين، هحطهم في قلب البولة بتاعتي وهنزل عليهم بكيسين من الفانيليا. لو ما عندكيش فانيليا حطي خل او عصرة ليمون هتقضي الغرض برضو. وهننزل عليها بكوبايه من السكر والحبيبات زي ما انتم ما شايفين كده، وهنضربها بقلب المضرب الكهربائي بتاعنا. ما عندكيش مضرب كهربائي تمام، هتجيبي الشفشق بتاع الخلاط وتعملي المقادير دي كلها في قلب شفشق الخلاط هتقضي الغرض، او بالمضرب اليدوي برضو هتقضي الغرض تمام كده. وهنفضل نضرب فيها يا بنات لحد ما لونها يفتح زي ما انتم ما شايفين كده، هيبدا يتجانس السكر بنسبه 70 او 80%. وبعدين نجيب سباتيولا نلم بيها كل الجوانب اللي انتوا شايفينها دي، بحيث الحبيبات بتاعه السكر اللي متناثره في الجناب تبدا تنزل عشان تبدا تتجانس مع بقيه الخليط. وهنزل على الخليط بكوبايه من الدقيق. كوبايه الدقيق دي يا بنات مدفوسه شويه، يعني تخبطيها كده وانت بتعايريها، وتعمل لها مثلا 150 جرام. انا ان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف باذن الله. وهنزل عليهم بمعلقتين مهرمين من الكاكاو الخام الغير محلى. وهنزل عليهم بمعلقه كبيره بيكنج باودر بس تكون ممسوحه، برضو هكتب لكم المقادير ان شاء الله في صندوق الوصف. ونبدا نضربهم زي ما انتم ما شايفين كده، هيبداوا يتجانسوا مع بعضهم. المرحله بقى دي اللي احنا بنعملها هنخلي السكر يدوب، المكونات كلها تبقى زي الفل. انا معايا هنا كوبايه الا ربع من الميه، هنزل عليها بنص كوبايه من الزيت. هنبدا نحطهم على النار، واول ما يبداوا يغلوا يا بنات هننزلهم من على النار على طول. هي كده غليت معايا اهي، ابدأي تنزلي بيه واحده واحده علشان ما تتلسوعوش منه يا بنات. علشان خاطر بصوا نازل بيغلي بطريقه فظيعه، يعني ربنا يرحمنا. وتبداي ان انت تلفي بايدك كده، يعني ايه، تفضلي تدوبي فيه كده بالراحه واحده واحده، لانك لو طلعتي مره واحده بالمضرب الكهربائي هيطرطش في كل حته وهيلسوعك وهتبقى مشكله. فاطلعي بيه واحده واحده، قلبي بايدك الاول وبعد كده اطلعي بيه واحده واحده، واضربي زي ما انت ما شايفه كده، ونزلي الحروف بتاعتك دي كلها بحيث ان هي ما تبقاش فيه ولا كلكيعه ولا اي حاجه، ويبقى الخليط كله متجانس تمام كده. وتبداي تجيبي صاج 30 في 40، هتنزلي الخليط زي ما انت ما شايفه كده، وتبداي تفرديه بالاسباتيولا بحيث ما تبقاش حته عاليه وحته واطيه، احنا عايزينها كلها ميه واحده. في الوقت ده يا بنات هتبقوا مولعين الفرن على درجه حراره 180، هتحطوه في الرف الاوسط، هيقعد معاكي بالظبط من ربع ساعه لتلت ساعه. وتجيبي خله وتحطيها في قلب الصاج بتاعك، هتلاقيها طالعه زي الفل. خلاص كده تمام، استوى بقى معانا زي الفل تمام كده. نحطه على جنب ونجيب الشوكولاته بتاعتنا. انا معايا هنا 400 جرام من الشوكولاته يا بنات، انا مش هستخدمها كلها، هاخد بس منها 300 جرام للوصفه دي، وهيتفضل منها كمان. انا جبتهم قلت لا ربما ان انا ايه احتاجها تمام. وهنقطعها زي ما انتم ما شايفين كده شرايح كده صغيره، بحيث ان هي تبقى سهله في ان هي تبدا تدوب معايا بسرعه. هنزل على الشوكولاته بتاعتنا 400 جرام بكوبايه الا ربع من اللبن، وهنزل عليهم بمعلقتين من الكريم شانتيه الخام يا بنات، انا بستخدم ريتش المتحده تمام كده. وهنزل عليهم بمعلقه من النوتيلا، كنت عملتها معاكم على القناه قبل كده عشان نعزز بيها الطعم. وهتحطيها على نار هاديه شمعه يا بنات، عارفين يعني ايه شمعه؟ شمعه بمعنى شمعه عشان ما تتحرقش. وبمجرد ما تسخن وتدوب معاكي تقفلي النار وتبداي تقلبيها بايديكي، هتفك وهتسيح كلها. هتبداي تصفيها زي ما انت ما شايفه كده، وبعد كده هتديكي شايفه نعومه فوق الوصف. هنحطها تهدى شويه، عايزه تحطيها في التلاجة حطيها، هتبدا تتقل معاكي وهتمسك وهتبقى زي الفل. ومعايا هنا بقى التشريبه، كوبايه من اللبن ومعلقه من الكاكاو الخام تكون كبيره، ومعلقه من السكر. دوقيها لقيتيها محتاجه سكر حطي لها معلقه كمان، يبقوا معلقتين من السكر تمام كده. وانا عندي هنا يا بنات قالبين من اللي هو الانجليش كيك واللي بنعمل فيه التوست، واحد كبير وواحد صغير. الكبير ده هياخد الصاج كله اللي هو 30 في 40، هيطلع لي 4 ديسكات الصاج. هياخد بقى ال4 ديسكات دول هياخدهم في القالب الكبير اللي انتوا شايفينه ده اللي انا شغاله فيه ده حاليا. لكن التاني هياخد 3 ديسكات بس. كنت انا عايزه اعمله لكم في الصغير دوت ياخد 3 ديسكات، لان كنت هسيب ديسك بره اعمله لكم في قلب علبه كده، بحيث ان انتوا لو ما عندكوش القالب ده اوريكم تعملوا ايه في العلب اللي هي التانية عشان تبقى نفس الترند بالظبط. ولو ما عندكيش مفيش مشكله، سواء ده او سواء العلبه اللي انا هعملها ما عندكيش، اعمليها في صينيه صغيره واعمليها طبقتين. مش قضيه ان احنا لازم نعملها بالملي زي ما هم عاملينها، احنا بس عاملين الخطوات والمقادير، ويمكن احنا عاملينها احسن كمان منهم. انا هنا يا بنات اعوذ بالله من كلمه انا، هم بيعملوها بيحطوا الجناش الاول، انا ما بحطش الجناش الاول بصراحه. حسيت ان الجناش تحت في الاول مش هيشيل الكيكه كلها مع بعضها، لا هي عايزه ان انت تحطي الديسك الاولاني وبعد كده تحطي اللي هو الشوكولاته بتاعتك، وبعدين تحطي فيها الايه الحشو ده. هم مش عاملينها بالحشو، الحشو ده من عندنا تمام كده. انا هنا عملتها ب3 ديسكات، هيتفضل ديسك لو حطيته فوق هيقفل لي اللي هي الايه القالب بتاعي ده.
وبما اني سبت واحد بره في اخر لحظه قلت ايه اعمله لكم في علبه كده، بحيث ان انتوا لو ما عندكوش يبقى في فكره تانية ان انتوا تعملوها بالطريقه دي. تمام كده. وبنحط بين كل طبقه وطبقه التشريبه، وبنحط الايه الجناش بتاعنا زي ما انتم ما شايفين كده، بنغرقها جناش. تمام. وعندي هنا شويه من الفستق وشويه من البندق واللوز وشويه من عين الجمل. طبعا هم مش كتار قوي، انا واخده عينات على قد الايه القالب بتاعي. تمام كده. ما عندكيش ده اختياري مش ضروري يا بنات. وقالب الشوكولاته دوت اللي هو مش قالب طبعا، اللي هو 100 جرام، هبشر بس منه شويه صغيرين هو والايه والاسمر. تمام كده. وهبدا احط زي ما انتم شايفين كده المالدزر الصغير ده، سواء الابيض او البني. وهنزل بقى بالايه المكسرات بتاعتي. ما عندكيش مكسرات مش مشكله، هم عاملينها اصلا ساده وحاطين عليها شويه شوكولاته من فوق. عايزه انت تعمليها ساده خلاص تمام، تبقى زي الفل. عندك شويه سوداني حطي، اللي موجود اشتغلي بيه، مش موجود دي حاجات اختياريه انا عاملاها. لو عندك حطي، ما عندكيش خلاص. تمام كده. وبعدين هما بيحطوا كارت كده في العلبه، بحيث ان انت ايه تقطعي بيها. طبعا دي يعني ايه مش قضيه، يعني احنا نطلعها بالقطاعه، نطلعها بسباتيولا، نطلعها بالسكرابر، باي حاجه. انا عندي سكرابر كده صغير زي ما انتم ما شايفين كده، هقطع واطلعها بيها. لو كنا حاطين بقى الصوص تحت كانت هتبقى رخمه قوي. انا هنا بقى يعني المفروض كنت سبتها تمسك نفسها شويه. بعد ما بتخلصوا القصه دي يا بنات وبتخلصوا الحشو بتاعها، بتحطوها في التلاجة بتاع ساعتين او 3 ساعات عشان تمسك معاكم. انا بصراحه كنت مستعجله وعايزه اخلص الفيديو، اشتغلت على طول. عارفين بقى، مش عايزه اقول لكم هي فعلا قمه في الجمال. بس بصراحه قصه الفزعه ومش الفزعه والكلام ده كله، هم بيختاروا كده يعني ايه اسماء علشان الربح وعشان ايه الرزق يعني والحاجات دي. فربنا يوسع على عبيده ويوسع على الناس كلها. لكن هي دي كيكه معروفه يا بنات، معموله على العالم كله، اسمها ماتيلدا. بتتعمل بطريقه الفudge، وبتبقى جميله زي ما انتم شايفين كده، وارتفاعها زي ما انتم شايفين كده. انا سبت بقى الديسك الاخير عملته بالعلبه دي. اعملوها يا بنات بالطريقه دي وان شاء الله هتنال اعجابكم، ومش محتاجه لا طوابير ولا الاسعار الخياليه بتاعتهم. وبكده فيديو النهارده يكون خلص. يا رب يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه ولو بمعلومه صغيره. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك، واشوفكم في فيديو جديد وصفه جديده، واترككم في رعايه الله وامنه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.